أهلا أصدقائي في فصل جديد من فصول يوجين وجين تاي، ونكمل القصة لحد ما وقفنا. يوجين وجين تاي كانوا في المطعم، ويوجين بتتكلم معاه وبتضحك وهو ساكت وسامعها، وهي مش بتبطل كلام، فهو بيرد عليها على كلامها وقال لها إن هي خطرت بحياتها وعاشت معاه وبتروح معاه في كل حتة. فيوجين بترد عليه وبتقوله إنها لسه صغيرة وهي لسه الحياة قدامها، وهي عمالة تتكلم وهو مستغرب من الكلام بتاعها. بعدها وهما بيتكلموا جه أبو البنت اللي كانت مخطوفة وقعد معاهم، وجين تاي سأله على أحوالها وصحتها، وأبوها رد وقال إنها بقت كويسة، وكل ده عشان يوجين ساعدت مع جين تاي على إنهم لقيوها. ويوجين بترد وبتقول إنها ما عملتش حاجة، ده واجب عليها مش أكتر. وجين تاي وقتها باصص عليها وهي بتتكلم، وأبو البنت فضل يتكلم معاهم. وقتها أبو البنت قال إنه عرف إنه جين تاي هو اللي هيدور على اختفاء بنته، وقال إنه غلط عشان هو مهتمش ببنته كفاية وقصر معاها. بعدها جين تاي قاله هيعمل ايه مع الراجل اللي خطف بنته. رد أبو البنت عليه وقاله إنه البلد بتاعتهم هي بلد فيها نظام، وهو هيعرف يتعامل معاه على أساس ده. وفضل يتكلم معاهم في الموضوع، وقعد ينصح جين تاي على إنه يتعامل مع الحياة إزاي، وإزاي يتعلم من أخطائه. وجين تاي مستمع جيد جدا. بعدها أبو البنت قال لجين تاي وسأله على إنه عامل إيه وهو خارج العسكرية، وقاله شكلك اتعودت على الحياة اللي برا الجيش دي، وقاله إنه شافه كويس كده بدل ما يتحجز في العسكرية. ووقتها لما اتخانق مع رئيسه وكان هيخلص عليه وقتها. يوجين اتفاجئت جدا من الكلام اللي سمعته من أبو البنت، وكانت مش مصدقة من اللي سمعته، وبتقول في نفسها هو مين الراجل ده اللي قدامها. رد جين تاي وحكى وقتها على رئيسه ده إنه راجل مش كويس وبيعامل الكل وحش وبيأثر في شغله، وهو ازاي هيسكت على ده. فرد أبو البنت وبيقوله إنه معاه حق، عشان كده هو متحجزش في الجيش وطلع. وفضل يتكلم عن الموضوع، وبعدها قاله كلام بالألغاز يخص إنه هيعمل مهمة تانية وهو الأنسب ليها. ويوجين قاعدة ومستغربة وبتقول في نفسها هما بيقولوا ايه أو يقصدوا ايه من كلامهم. نيجي لبعد كده، يوجين وجين تاي وصلوا الفندق، ويوجين حاسة بالإرهاق وعايزة ترتاح، وجين تاي بيقول لها انت بتعملي ايه؟ فهي مستغربة منه عشان هي مرهقة وهو عايز يمارس الرياضة
وهو قال لها المفروض تعملي الرياضة حتى لو تتمرني قليل. وهي بتتكلم مع جين تاي سمعت الأخبار على التلفزيون إنه في قائد بحري هيتعين رئيس لهيئة. فهي بتبص لقيت إنه طلع أبو البنت اللي هم ساعدوه إنه يلاقوها. فهي بتسأل جين تاي على الأخبار دي وبتقول إنه الراجل طلع أبو البنت وكمان طلع شخصية مهمة في البلد وهي ما تعرفش ده. نيجي لبعد كده يوجين وجين تاي راحوا للمطعم عشان يتعشوا. فهي بتبص لقيت 2 كبار السن هي قابلتهم قبل كده. فالست دي سلمت عليهم وطلبت منهم إنهم يتعشوا مع بعض. والغريب إن جين تاي وافق. بعدها فهم قعدوا معاهم وبدأوا يتعرفوا على بعض. والست دي سألتهم على إنهم مرتبطين ولا لأ. فيوجين استغربت جدا. وقتها هي لسه هترد عليها إنهم مفيش حاجة بينهم، راح جين تاي قال لهم إنهم مرتبطين. فيوجين سكتت وتنحت وتعاملت بالموضوع وبصت على جين تاي وبتسأل نفسها إنه جين تاي بيتصرف كده ليه النهاردة. بعدها الست والراجل بيسألوا على علاقتهم بدأت امتى. وجين تاي بص على يوجين وقال إنها مميزة عن أي حد. بعدها هم راحوا عشان يركبوا الأسانسير ويوجين شكلها شربت كتير. فهم بيدخلوا الأسانسير يوجين كانت هتقع. وقتها جين تاي ساندها ومسكها والراجل والست واقفين وبصين عليهم. وكان جين تاي حاضنها وكان شكلهم حلو قوي. بعدها الراجل والست مشيوا. وقتها هو سابها وهي فضلت تتكلم معاه على كلامه وعلى اللي قاله قدام الست والراجل إنه لازم يعرفها هي الأول وهو فعلا معجب بيها ولا لأ. وفضلت تتكلم في الموضوع وهي صدقت الحوار كله وهو ساكت ومستنية تخلص كلامها. وهي لسه بتتكلم وبتقول إنه مش من العادة إن أصلا ياكل مع الناس ما يعرفهمش وكمان هو قدمها ليهم كحبيبته. وهي افتكرت كلام أبو البنت معاه وجين تاي وسألته على إنه كان بيتكلم مع والد البنت اللي ساعدوها بشغل. يا ترى الموضوع ده يخص اللي حصل النهاردة قدام كبار السن دول. وبتسأله إن إيه هو السر حول الناس دي، هم عملوا حاجة ولا إيه؟ بعدها هو قال لها إنه شاكك فيهم إنهم جواسيس. يوجين طبعا انصدمت جدا وبتسأل على الناس دي عايزة إيه وجاسوسين في إيه. فرد عليها جين تاي وقال لها إنه جاسوس إنه بياخد معلومات تخص البلد. وفضل يتكلم معاها على الأمور اللي تخص الموضوع ده وقال لها إنه لازم يوقفهم على إنه
ياخد معلومات البلد. وقتها يوجين اتحمست جدا، وفي نفس الوقت اتضايقت من الاتنين دول، وعايزة تساعد جين تاي للتخلص منهم، وقالت ان هو اللي بيعمل المهمة دي، وهي كده ممكن تكون تأثر على حياته. وهي مستغربة انه قبل مهمة زي كده، رغم انها ممكن تكون مقلقة جدا. فهو سكت شوية وسألها على انها متضايقة ليه كده. فهي ردت عليه وقالت ان هو بيتظاهر انه مش همه حد، بس في حاجات تانية مخبيها، عشان كده هي متضايقة جدا. فهو قال لها انتي عشان كده متضايقة، انتي مش انا ولا مش حبيبتي. فيوجين ردت عليه وقالت ان هي فعلا مش حبيبته، بس محدش يقبل ان يكون في ناس زي كده. فهو باصص عليها ومركز وهي بتتكلم، وبعدها هي سألته على انه اتخانق مع رئيسه ليه، عشان هو برضو انسان ما عندوش ضمير. فهو حكالها عنه انه عنده نقص اللي مش لايق عليه كرئيس. هو في ناس كتير كده قابلهم في فترة الجيش. فهي ردت عليه وقالت انه ده هو قانون الحفاظ على غريب الأطوار، وهو مهما يمشي هيلاقي منهم كتير. وقالت انه المهم لو مفيش ناس زي كده في حياتك يبقى انت اللي غريب الأطوار. وقالت انه كويس ان في ناس زي كده وبتضحك معاه وبتهزر. فهو كمان رد عليها وبيبتسم. هي طبعا سرحت فيه وبتقول انه جين تاي عنده ابتسامة جميلة جدا. نيجي لبعد كده، يوجين وجين تاي كانوا خارجين، بيبصوا لقيوا الاتنين كبار السن قاعدين على الطاولة. فيوجين بتقول يا ترى هنعمل ايه خلال 15 دقيقة بس. فهو اداها إشارة ومشي، ويوجين واقفة بتفكر. فجأة هما لسه هيقوموا، راحت يوجين جريت عندهم عشان تعطلهم. نيجي لجين تاي، كان راح يسأل على رقم غرفتهم اللي قاعدين فيها كبار السن دول، وطلب المفتاح من رئيس الفندق. والراجل وقتها كان قلقان ومش عايز يديله المفتاح، بس جين تاي أقنعه وخد مفتاح الغرفة وراح هناك وفتح غرفتهم طبعا، وراح على اللابتوب على طول بتاعهم، بس كان فيه باسورد. فهو بيحاول انه يفتحه. نرجع ليوجين، فضلت تتكلم معاهم وعشان تعطلهم، واتكلمت على علاقتها بزوجها ده ازاي دامت لفترة طويلة. والست سألتها انها بتسأل ليه، وبتقول انها اتخانقت مع جين تاي ولا ايه. يوجين اندمجت في الحوار ومثلت عليهم، وقالت ان هي وجين تاي اتخانقوا وهما على خلاف على طول، وكانوا بيتكلموا مع بعض. فجأة الست تليفونها اداها منبه او حظر، فهي قالت انهم لازم يمشوا دلوقتي.
فيوجين حاولت تعطلهم، بس هم مصممين يمشوا، ويوجين قلقانة ليكون جين تاي لسه في غرفتهم، بس هم برضو مصممين يمشوا، وراحوا ووقفوا قدام الأسانسير ومستنيينه يفتح. ويوجين مستنية انه يكون جين تاي ينزل من غرفتهم، عشان هي حاولت تعطلهم اكتر وهي مش عارفة. فجأة الأسانسير فتح وطلع جين تاي، وبعدها كبار السن دول سابوهم وركبوا الأسانسير. بعدها جين تاي عبر لها على إنها عملت شغلها على أكمل وجه، وبدأ يمدلها إيديها. هي وقتها لمست إيده. نيجي بعد كده، يوجين وجين تاي كانوا بيراقبوا الراجل والست كبار السن وهم راكبين العربية، وعلى أساس إنه جين تاي عرف إنهم حجزوا عربية عشان هما رايحين مكان معين، وهما بيراقبوهم عشان يعرفوا هيروحوا فين. فهم شافوهم من بعيد وهم ماشيين وراهم بالعربية، فهم واقفين بمسافة عنهم. ويوجين اتكلمت وقتها على تجربتها في عدة مهمات قبل كده، عشان هي محتاجة للفلوس وهي مديونة. جين تاي سألها إنها فعلا مديونة. ردت يوجين عليه وقالت له إنها لولا الديون دي ما كانتش إنها تفضل جنبه وتراقبه. هو انصدم فبص عليها وسألها إنها بتاخد كام في المقابل. هي اتكلمت على إنها محتاجة للفلوس عشان كده. بعدها الست نزلت، ولكن الراجل فضل في العربية، وجين تاي قرر إنه يراقب الراجل ومشي ورا التاكسي. والراجل وقتها نزل عند السفينة، ويوجين وجين تاي بيراقبوه وهو راكب السفينة. وقتها يوجين قعدت هي كمان عشان ترتاح شوية، وهو كمان قعد وفضل يتكلم معاها شوية على الراجل، على انه هيقابل شخص يديله معلومات هنا على السفينة، وقال لها انه هيستنى هنا على السفينة، بس هو هيروح يتمرن شوية. يوجين بتقوله تاني تمرين تاني، فهو قرب عندها وقرب اكتر، وبيقول لها انه بيتمرن حتى في الليل. بعدها هو مشي عشان التمرين، ويوجين حاولت عشان ترتاح شوية. وفجأة في حد بيخبط على غرفتها اللي هي في السفينة، وهي بتحسب جين تاي وبتقول انت جيت بدري ليه؟ تمرين ايه اللي هو 10 دقايق ده؟ فهي راحت تفتح وبتبص لقيت المفاجأة، وهي مصدومة جدا. وبكده يكون انتهى الفصل، وتابعوني في الحلقات اللي جاية عشان نكمل باقي الفصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.